ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ريفيو عن شامبو شعر من كباكسي. انا كنت جايباه السنه اللي فاتت، عرض كان نازلين 1+1 ب225، سعره 225 الاتنين. بس هو دلوقتي تمنه زاد، بقت الواحدة بس ب275 وبطل ينزل عرض 1+1. فأنا النهاردة هقول تجربتي معاه. هي الكرتونة بتاعت العبوة دي ضاعت مني. هو حجمه 250 ملي. انا تجربتي معاه الصراحة ان هو ما بيمنعش التساقط خالص خالص خالص، هو مجرد شامبو عادي. هو لما كان نازل جديد كان بالنسبة لسعره في العرض 1+1 ب225، وكان ينفع في الصيدلية تاخدي واحدة بس بسعر نص العرض، يعني تمنه كان هيكون 112.5 بالنسبة لحجمه 250 ملي. كان كويس، لكن حاليا سعره بقى 275 وبطل، يعني العبوة الواحدة ب275 250 ملي، وكمان بطل ينزل العرض اللي هو 1+1 بنفس السعر. صراحة هو الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو اقل كمية منه بترغي، يعني بتعمل رغوة جامدة. بس يعني انا قبلها يعني بكون غسلة شعري بصابون نابلسي او عطياله فم باي نوع شامبو تاني، وبعدين باخد منه جزء بسيط جدا، فكان بيعمل رغوة جامدة الصراحة على الشعر. محبتهوش في هو يعني حاليا بالنسبة لحجمه وكمان سعره لا بقى غالي جدا، يعني انا مش هدفع 275 في شامبو. دي المكونات بتاعته. انا فروة شعري ما كانتش دهنية بالدرجة دي، اول ما استخدمته بعدها فروة شعري بقت دهنية بدرجة بشعة، كمان بقت بتزيت، يعني لازم اغسلها مرتين في الاسبوع.